مين بيموف اون اسرع، الرجاله ولا الستات؟ السؤال الاصعب واللي اكيد اجابته مش هترضي طرف من الاثنين وهينتقدني، لكن في كل الاحوال لازم نعرف الاجابه. اغلب الناس بتقول ان الرجاله بتنسى اسرع ويا دوب يسيب حبيبته ويشوف له واحده تانية، ويا سلام بقى لو اسمه احمد. وده كلام ممكن انه يبان منطقي شويه، لكن تعالوا نشوف العلم بيقول ايه. بعض العلماء حبوا يعملوا دراسه ويوصلوا لاجابه دقيقه للموضوع، فجابوا عدد كبير من الرجاله والستات المفركشين المنفصلين وبداوا يسالوهم شويه اسئله. من الاسئله دي اتضح ليهم ان الستات بتحس بألم عاطفي اكتر من الرجاله بعد الفراق. بس ثواني، اتضح ليهم برضو ان الستات بتتعافى اقوى واسرع من الرجاله، وانهم يعني بيقدروا يتعلموا من تجربتهم ومش بيكرروا الخطأ ده مره تانية. يعني ببساطه صعب جدا تحب واحد فيه نفس الصفات اللي ما كانتش عاجباها في اللي قبله. اما الرجاله يا عيني فعلى الرغم من ان احساسهم بالالم العاطفي ممكن يكون اقل شويه بعد الفراق، الا انه بيكون اطول بكتير جدا. في بدايه الفراق الراجل بيتجه للعنف وينزل يموف اون في الجيم، وبما انه ما بيتعلمش بيبتدي يدور على اللي حبها في كل الناس اللي يعرفها، مع انه